ازيك يا حبيب الزرزور؟ عامل ايه؟ معلش انا جاي كده مبعدل شويه عشان بعد ماتش الاهلي والمصيبه اللي انا كنت بتفرج عليها ديت، فتلاقيني جاي مصدوم شويه. ف تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس وتعالى نحلل العبط الكروي اللي انا شفته النهارده. كرة حلوة، كرة حلوة مفيش كلام، بس زي ما سيد شيبة الله يرحمه ما كان بيقول اروح ما بعدك روح. تعالى نبتدي بماتش الزمالك وبيراميدز. في بدايه ماتش الزمالك وبيراميدز هجوم جامد قوي من نادي بيراميدز، ومفيش لسه الزمالك ما جاش ولا حتى الجمهور بتاعه جه عشان نفتتح المباراه في الدقيقه 14 بهدف ابراهيم عادل من اسيست عالمي ضرب بيه الدفاع كله. رمضان صبحي ضرب خط الدفاع بالاسيست بتاعه ابراهيم عادل، فينيشر في الجون. بقت النتيجه 1-0 حتى جاء ناصر ماهر فردة تقيلة أوي يا جماعة. ناصر ماهر فردة تقيلة أوي يا جماعة، فردة تقيلة أوي نسبة 70% هو كان السبب في الجول. الكرة من أقصى اليمين خلاص طالعة رمية تماس، جالون الاتنين وعدى منهم رفعها سيف الدين الجزيري. بقى هدف التعادل في الدقيقة كام يا عم؟ في الدقيقة 45، خلاص في الوقت الضايع عشان ننزل الشوط التاني ومفيش جديد حصل يعني. خطورة لسه من نادي بيراميدز والزمالك بيلعب على المرتد، حتى جاء رمضان صبحي بركلة جزاء، وركلة الجزاء الأعجوبة على الإطلاق. أنا مشفتش ضربة جزاء بتضيع كده يا جماعة، غير ولا في فيفا حتى ولا بيس. هو إيه اللي حصل؟ الكرة تخبط في العارضة ترد في رجل عواد وتخرج بره، يبقى عواد أم ده عياله ومصلي العشاء وقيام الليل، عشان بعدها بقى الزمالك ينتفض ويطلع مصطفى شلبي اللي كان متضايق اول اللي هو طلع. وانا اصلا يا ابني انا اصلا لما شفتك طالع قلت ايه ده، انت بتلعب في الماتش؟ انت يا ابني ما جيتش. مدرب بيراميدز يقول له لا انت هتبدل، هروح انا مبدل. طلع رمضان صبحي وطلع ابراهيم عادل للاصابه ونزل مكانهم مصطفى فتحي واوباما. خروج مهند لاشين ونزول ايه؟ احمد توفيق. قام جوميز مدرب الزمالك قال له هتبدل هبدل، راح منزله شيكابالا، منزل ناصر منسي وخرج ناصر ماهر وخرج مين تاني؟ سيف الدين الجزيري، عشان بعد بقى ما فوجة التبديلات دي تخلص يجي هدف صحيح بنسبة 85 و45% ليوسف أوباما. هتقول لي يا زرزور احنا راجعنا الفار، الكرة مفيهاش تسلل. هقول لك الهدف صحيح، لا وجود لأي تسلل. انا مش عارف حسبوها تسلل ازاي، بس يلا بحلم بيك يوم الخميس مستنيك. هدف يوسف أوباما ألغى واتجهنا لركلات الترجيح عشان أحمد الشناوي حارس بيراميدز يثبت إنه لا يفقه شيء عن حراسة المرمى، ولا أنا عمري كنت مقتنع بيه. وأنا عارف أصلا اللي هو داخل مجال الكرة ده واسطة، يعني هو داخل يعني مش حابب المجال، هو واسطة تقريبا. حد قال له تعالى ساعة، حب الدنيا قال له خلاص أنت تقف جول. لا يفقه شيء، أبيض يعني. كل اللي اتشاط عليه دخل، حتى جاء مصطفى فتحي وكالعادة كالمعتاد ضيع ركلة الجزاء وأنقذ النادي بتاعه الجميل نادي الزمالك العريق. وأنا عايز الناس اللي بتفهم كورة ما تقولش إن مصطفى فتحي مفوت ومتفق. مفيش لاعب بيعمل كده يا ابني، مفيش لاعب كورة بيعمل كده، خليك فاهم بقى. والواد شاطها وهو ما بيعرفش يلعب فضاعت، ايه المشكلة؟ لكن هو مش قاصد يعني، اللي هو كل مرة يضيعها يعني مش قاصد. هذا ماتش الزمالك وصنلاك الزمالك يوم الخميس في نهائي السوبر، وهو ده اللي انا كنت نفسي بيه وكنت بشجع الزمالك طول الماتش. تعالى لي بقى وفسيلي مخك خالص من اللي انا لسه قايله ده. تعالى للمصيبه السوداء من النادي الاهلي. اقسم لك بالله بشجع النادي الاهلي. انا عندي 20 سنه، بقالي 15 سنه بشجع كوره، من وانا عندي 5 سنين بشجع كوره. انا ما شفتش في حياتي النادي الاهلي بيلعب بالطريقه ديت ومضغوط كده في نص ملعبه غير في كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه الاهلي بيلعب كده بيدافع عشان الفرقه اللي قصاده تقيله، لكن تلعب ضد سيراميكا كليوباترا 90 دقيقه، سيراميكا كليوباترا مخليك في نص ملعبك ومخليني انا اقول ايه ده، اقول ايه حاجه انت مدي 10 دقايق ليه؟ صفر والنبي يا حكم، خلاص يا قندوسي، خلاص يا سيراميكا، مخليني قاعد. انا عمري ما عملت كده. لا تعالى بيبس زرزور. النادي الاهلي بدأ بخطة غريبة مريبة. ده واحد لسه منزل المدرب الافضل ومدرب النادي الاهلي،
فواحد لسه عبيط لا يفقه كوره، يعني دي خطه واحد لسه عبيط. حراسه المرمى مصطفى شوبير، قدامه ربيعه وجنبه ياسر ابراهيم، على الشمال يحيى عطية الله، على اليمين عمر كمال. في نص الملعب الغريب بقى الغريب بقى كريم ندفد، قفشه، اكرم توفيق. خش على الهجوم، طاهر، تاو، مش فاكر والله مين تاني، امام عاشور امام عاشور ده انا جاي لك انت يا امام، ده انت فاكهه، تعالى. مبدئيا بس يا اخواتي، مبدئيا بس، هو كريم ندفد ده بيلعب معانا؟ انا اخر مره شفت له ماتش كان تقريبا ضد الداخليه تقريبا. كريم ندفد مين يا اسطى اللي يلعب الماتش ده؟ كريم ندفد مين يا كولر اللي انت تلعب الماتش ده؟ كريم ندفد مين ده؟ مين؟ بص انت عندك بقى في الدكه مين؟ يعني بص انت عندك في الدكه مين؟ حسين الشحات، اسامه ابو علي، كهربا، احمد نبيل كوكا، مروان عطيه، سيف ايمن، رضا سليم، محمد الشناوي وتقريبا كولر وهو بيحط الخطه ادى الكشف الغلط بتاع الدكه. يعني انت عمرو السولية يقعد دكه لكريم ندفد، مروان عطيه يقعد دكه لكريم ندفد، عادي، ده عادي يا كولر. المهم مش هنمسك في كريم ندفد قوي، يعني انت خطه متلهوجه. انا مش عارف اتكلم، انا مصدوم. نادي سيراميكا كليوباترا النهارده يستحق المكسب 100%. نادي الاهلي ما جاش، نادي الاهلي مضغوط في نص ملعبه، مش عارف يخرج من الكوره، العيال ماسكه الكوره، استحواذ بنسبه 80% للسيراميكا. لولا الجون اللي الاهلي جابه في الدقيقه الاولى من طاهر، لولا الجون الزارت دوت، كان سيراميكا هو سيراميكا تقدم الجون، لكن لو السيراميكا بدأت الماتش 0-0 كنت هتلاقي اداء اقوى من كده، اقوى من كده يا زرزور، اقوى من كده. عندك القندوسي لاعب ماتش، ازاي ده يا جماعه يمشي؟ ازاي القندوسي ده يمشي؟ ازاي؟ عندك الولا زلاكا ده واد عالمي، عندك برضو الواد بالحاج، ولاقاي عمل ماتش ال11. انا لو قعدت اقول الاسماء يعني العيال ديت اتحفروا هنا الصراحه. الواد محمد صديق، الواد ده طول عمري بشوفه بيلعب كوره، بس اول مره اشوفه بيلعب بجد بقى. محمد صديق عامل ماتش جامد جدا. زلاكا، بالحاج، القندوسي، لاقاي، العيال جامده قوي، العيال عملت ماتش جامد قوي على الاهلي. طب انت يا زرزور مش هتذكر حد بقى من النادي الاهلي عمل ماتش حلو؟ هقول لك. شوط اول مصطفى شوبير، ايه يا عم انت؟ مصطفى شوبير واكرم توفيق. مين تاني؟ مفيش حد تاني. عندك امام عاشور قبل ما ينزل الماتش دخل على اليوتيوب كتب مهارات نيمار 2018، سرش كده امام عاشور مهارات نيمار 2018 على اغنية فرتكة، وقعد يتفرج عليها، ياخد الكورة يمشي نص ايه تتقطع منه، هجمة يلا على النادي الاهلي. اقسم بالله شوط تاني المايك وقع، المايك انا ايدي اعصابي ثابت، والله اعصابي ثابت طول الماتش. شوط تاني ولا هجمه للنادي الاهلي غير الجون بتاع طاهر الكورنر، ولا هجمه للنادي الاهلي في الشوط التاني، ولا هجمه. 45 دقيقه بندافع بس قدام مين؟ قدام سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا لسه خسرانه من زد 3-0. سيراميكا كليوباترا، ايه ده يا ابني؟ ايه ده يا ابني؟ هتعمل ايه قصاد العين؟ وهتعمل ايه قصاد الزمالك اللي جاي؟ وهتعمل ايه ده يا اهلي ده؟ انا اول مره اتفرج على الماتش وابقى خايف كده، اول مره اشوف فرقتي مضغوطه كده. في ايه الغلط؟ مش عارف. نص ملعب مفيش، مش عارف تخرج من الكوره، مش عارف تبني هجمه. ازاي فرقه زي سيراميكا كليوباترا ديت بالامكانيات اللي معاها تزنقك في نص ملعبك كده؟ في وجود مين؟ في وجود امام عاشور، في وجود قفشه، في وجود ياسر ابراهيم، في وجود ربيعه، في وجود ده. ايه ده اقول ايه ولا ايه؟ هو مبوظ الماتش قبل ما الماتش يبدا. انت عندك لو كنت بدات تشوف ايمن ده جايبه ليه؟ تلعبه يا عم، عشان انت شايف الماتش سهل ومنزل لي تشكيله اول مره اتفرج عليها. ماتش سهل خلاص، نزل يوسف ايمن بقى جربه. ولا انت جايبه ايه تموته؟ في ايه؟ خطه عاديه جدا يعني، في ماتش مش سهل قوي كده انت تحط الناس اول مره تلعب. ليه ما بداتش بيوسف ايمن؟ ليه ما بداتش بالسولية، مروان عطيه، امام عاشور، وتقعد قفشه وتنزله في الشوط التاني زي ما بتعمل؟ ايه الفزلكه دي؟ ليه ما بداتش بوسام؟ اما قعد وسام بدأ كهربا، تلعب طاهر وتلعب حسين الشحات وتقعد بيرسي تاو بقى باص خالص. بيرسي تاو باص خالص، ملوش اي لازمه في الملعب، باص خالص مش نافع، ما يلعبش كوره. امشي بقى.
امام عاشور النهارده يا جماعه، امام عاشور لو قعدت تعد الكور اللي اتقطعت منه والفزلكه اللي كان بيعملها، ايه كفايه يا امام، مش عشان تثبت نفسك اللي انت لسه موجود تتفزلك كده، لا. النهارده اللعيبه بتلعب فردي قوي، ده لولا كوكا نزل ومروان عطيه في الدقيقه 75 احنا كنا لبسنا جول، اقسم بالله. لولا السولية نزل ومروان عطيه وكوكا ظبطوا نص الملعب احنا كنا هنلبس جول، ورغم كده كان سيراميكا برضه مهاجم عليك في الوقت الضايع وكان هيلبسك جول. احنا لو ما لعبناش، احنا لو لعبنا بنفس الاداء دوت في ماتش الزمالك احنا هنشيل. وانت عارف يعني ايه الزمالك ياخد منك بطولتين في اسبوعين؟ دي مصيبه سودا هنتزف بيها لحد ما القيامه تقوم. تصحى من النوم كده، ده بيقول لك ناصر هاج. ناصر هاج مين ده يا جماعه؟ يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، ورب الكعبه ورب الكعبه ما ينفع الكلام ده. الزمالك لو خسرنا، احنا لو خسرنا من الزمالك انا ممكن اقفل قناه اليوتيوب دي، اروح بايع ترمس، اجيب عربيه ترمس واروح رايح واقف قدام 100 عقبه وبنفس الكاركتر ده كده، واقف كده واكتب على التيشيرت من ورا ناصر منسي هاج. لو الزمالك كسب النادي الاهلي مش هتشوفني تاني هنا على اليوتيوب، مش هتشوف وشي تاني. هطلع اقول ايه؟ نادي واخد مننا بطولتين في اسبوعين، فبعد اذنك يا كولر الاداء دوت والعبط اللي انت بتعمل، انا عارف انت مش هتبدا بالعبط ده يعني، بس اديك اتعلمت حاجه، ماتش لو كان وصل للبلينات كنا هنشيل قتة بنت لذينه مزفه للصبح. فان شاء الله الكلام دوت ما يحصلش. الخطه المناسبه يا زرزور للماتش الجاي وتوقعاتك ايه؟ تعالى بقى، الولا ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه. هتقول يوسف ايمن، ما يوسف ايمن ما لعبش ولا ماتش قبل كده، مش هتلعبوا ماتش قمه ونهائي يعني، اهدى. يحيى عطية الله باك ليفت، عمر كمال باك رايت، في نص الملعب يا كولر، نص الملعب اهم حاجه في الدنيا، مروان عطيه واكرم توفيق، 2 ديفندرات عشان ناصر ماهر وزيزو هتشدهم. اسمع كلامي مش هضلك، والله ما هضلك. يحيى عطية الله واكرم توفيق، مروان عطيه واكرم توفيق، قدامهم بلاي ميكر امام عاشور بلاي ميكر، لا اما قفشه، بس هو الانسب امام عاشور. خط الهجوم وسام فروت صريح، سهله. هاف ليفت حسين الشحات دي ماتشاته، لعب. هاف رايت طاهر محمد طاهر. الصعب وغلاوة ابوكم، الصعب في الخطة دي لو لعبنا بيها بالذمة مش هنكسب الزمالك. الاهلي لو لعب بالخطة دي يا اخواتي سيفوز على الزمالك بنتيجة 2-0. تسمع مني 2-0 للنادي الاهلي لو بدأ بالخطة دي. خد كلامي دوت وانزل اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس. اسمع.